المسات بفوز فريق النادي المكنسي بإصابة ل0. لاعب سينا، محاولة جيدة لفريق الوداد تسجيل الهدف الأول. إذا إصابة ل0 لصالح فريق الوداد. ربيع العفوي يستغل خطأ فادح للاعب سيلا ويسجل الهدف الأول لصالح فريق الوداد. هدف ألهب حماس الجماهير الودادية الحاضرة هنا بمركب محمد الخامس. هدف رائع لفريق الوداد البيضاوي. نشاهد مرة أخرى خطأ فادح للاعب سيلا. اللاعب ربيع العفوي ما ضيعش الفرصة واستغل الفرصة وقذف بقوة مسجلا الهدف الأول لفريق الوداد خلال هذه المواجهة، والهدف الرابع في مرمى الحارس بلشتوي خلال بطولة هذا الموسم. أكيد أن هذا الهدف سيعطي حماس آخر لهذه المقابلة القوية والهامة. الجماهير كانت تتعطش لهدف في هذه اللحظات بالذات حتى يخرج المقابلة من المستوى التي كانت تلعب. أكيد أنه المستوى جيد، لكن الهدف ربما سيعطينا صورة أخرى لهذه المقابلة الهامة التي تجمع متزعمي الترتيب فريق الوداد وحسنية أكادير. لكن بعد هذا الهدف أصبح المتزعم هو فريق الوداد البيضاوي بمجموع 33 نقطة في انتظار المواجهة في انتظار نهاية المواجهة وانتظار النتيجة النهائية للمقابلة. إذن هذا هدف ربيع العفوي الذي أعطى الامتياز للفريق المحلي، والهدف جاء في الدقيقة 28. ونستمع إلى أهازيج وفرحة الجماهير الودادية الحاضر هنا بمركب محمد خالد.